الزمالك والاهلي في افريقيا، واحد سيء والتاني اسوأ. خليك معايا وانا هقول لك على كل حاجه. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد الله عبد الرحمن، قناتي وقناتكم الشريط المخالف. النهارده يوم من اسوأ الايام الرياضيه اللي الواحد ممكن يشوفها في حياته. صحينا الصبح على ماتش ودي ما بين الاسماعيلي وما بين فرقه كده من مراكز الشباب، معرفش شركه الكهرباء ولا فرقه الشمعدان ولا فرقه حتى عبور لاند، مش عارف فرقه اسمها ايه بالظبط. ولكن ماتش ودي بالنسبه للاسماعيلي كفتره تحضيريه لحمزه الجمل في البدايه. الاسماعيلي خسر 2-0 بس مش مشكله، ما علينا، قلنا عادي يعني، كده كده ماتش ودي مش مهم. في ماتش بالنسبه لمنتخب الشباب في بطوله افريقيا اللي بتتنظم في مصر. منتخب الشباب خسر بفضيحه من السنغال، وكده منتخب مصر بيخرج من بطوله افريقيا للشباب من الدور الاول، الدور التمهيدي، بفضيحه بعد ما خسر قبل كده من نيجيريا 1-0، وبعد التعادل مع موزمبيق اللي اصلا ما يعرفوش حاجه عن الكوره وخرج بفضيحه. قلنا ما علينا، احنا كده كده هنتفرج على ريال مدريد والاتليتيكو، وريال مدريد ان شاء الله يفرحنا ويعمل ماتش نضيف. لقينا ريال مدريد بيتعادل بالعافيه مع اتلتيكو مدريد، رغم ان اتلتيكو مدريد ناقص 1 مع بدايه الشوط الثاني. ما علينا، كل ده كله كوم، واللي حصل بعد كده كوم تاني. ماتش الزمالك والترجي، ان الزمالك يخسر من الترجي في الترجي فده امر واقعي، ودي نتيجه منطقيه، ان الزمالك مهما كان قوي انه ما يقدرش يكسب الترجي في الترجي. ولكن اللي حصل ان الترجي فرقه متواضعه جدا جدا جدا، ومع ذلك الزمالك ما قدرش يعمل اي حاجه قدام الترجي. فرصه سهله قوي، خطا ساذج من شيكابالا بيليه خطا اسذج من عواد، هدف للترجي ببلاش عشان نقول الترجي اتقدم انت واكسب. تحس ان فريرا جاي بيلعب مع الزمالك او جاي بيأدي مع الزمالك تقضيه واجب. التغييرات كلها بيعملها بدايه من الدقيقه 70 والدقيقه 80. مين اللي بيجبر فريرا ان يلعب شيكابالا 80 دقيقه؟ مين العاقل في مصر اللي يقول ان عبد الشافي وشيكابالا يلعبوا 80 دقيقه، وان واحد زي ابن اسامه نبيه، واحد زي سيف جعفر ولا فاروق جعفر يفضلوا ينزلوا اخر 10 دقائق بس؟ الامر معكوس. الناس اللي سنها داخل على 40 سنه هم اللي بيلعبوا 80 دقيقه، والناس اللي سنها 20 22 سنه بيلعبوا 10 دقائق. الامر معكوس. فريرا ده مش هو فريرا اللي احنا نعرفه. فريرا مش هو فريرا اللي احنا نعرفه. مرتضى منصور اتحبس، وناس بتقول ان دي مؤامره على الزمالك عشان يخسر من الترجي. الزمالك كده كده هيخسر من الترجي، الزمالك كده كده هيخرج من افريقيا. مش بقول كده مثلا كتحفيل او حاجه، الزمالك مش هو، الزمالك غرقان في مشاكل، الزمالك اصلا مش مركز في ملعب ولا مركز في كوره ولا مركز في دوري ولا مركز في افريقيا. الزمالك اصلا مش موجود عشان يركز. الزمالك مش موجود عشان يركز، الزمالك عنده مشكله في كل حاجه. ده كمان التأثير بيمتد للاعيبه الكويسه عشان مستواها يبوظ. واحد زي حسام عبد المجيد برضه تحس ان مستواه كل يوم بيسوء، واحد زي زيزو كل يوم مستواه بيسوء، واحد زي عواد شويه فوق وشويه تحت. الناس حتى الكويسه اللي في الزمالك مستواها بيرجع. واحد زي ناصر منسي انت بتنزله في الدقيقه 90، هيعمل لك ايه في الدقيقه 90؟ انت هتعمل بيه ايه؟ ففريرا واضح انه موجود تقضيه واجب. انا حاليا بصراحه مع مشيان فريرا، لانه واضح ان هو مشطب، واضح ان شيكابالا مشطب. واحد زي عمر جابر يعني بصراحه كفايه. انا مش هقدر اقول حاجه على عمر جابر لان يعني مش عايز اوسخ لساني. عمر جابر استفزني بما فيه الكفايه. ما هم اتنين استفزوني النهارده، واحد في الزمالك وواحد في الاهلي. لما يجي الدور على الكلام ده هقول لكم عليه، بس بالنسبه للزمالك اكتر لعيب استفزني كان عمر جابر. ما استفدناش منه بنكله. حرام الفلوس اللي بياخدها من نادي الزمالك. وطبعا بالمناسبه ابوه هو اللي ماسك منتخب الشباب، يعني ابوه يبوظ منتخب الشباب وهو يبوظ الزمالك. اللهم صل على النبي. الزمالك خسر 2-0 في ماتش ما كانش صعب. ماتش قدام الترجي ماتش ما كانش صعب، ولكن هنقول ايه؟ اللعيبه مش موجوده، المدير الفني مش موجود، رئيس النادي مش موجود، كله مش موجود. النادي على بعضه تحس ان حصل له اباده. الناس بقى الزملكاويه اللي عايشه في دور المؤامره، احب اقول لك خليك عايش في دور المؤامره كده، خليك. خش بعد كده على ماتش الاهلي، قلنا مش مشكله بقى. انا كراجل بالنسبه لي ولا زملكاوي ولا اهلاوي، انا راجل بحب الكوره، بتفرج على ريال مدريد عشان افرح، بتفرج على الزمالك عشان افرح، بتفرج على الاهلي عشان افرح. قلت مش مشكله بقى، هو بقى روح الفانيلا الحمراء هي دي اللي هتفرحني في الاخر. الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، هو ده اللي هيجيب من الاخر وهيعوض لي اليوم الطويل قوي اللي انا شفته النهارده ده. بصيت لقيت الاهلي بيبتدي وهو سايب جول لصن داونز، بسم الله الرحمن الرحيم، سايب جول لصن داونز 1-0 لصن داونز. ازاي جه منين؟ جه ازاي؟ ما تفهمش، ما تعرفش. الشوط الاولاني
خلص 1-0 لصن داونز. نزلنا الشوط الثاني وبدانا نعدل، وانا ما اعرفش لحد امتى الاهلي هيبتدي يلعب، هيفضل يلعب بدون راس حربه. لحد امتى الاهلي هيبتدي يفضل يلعب بدون راس حربه؟ الاهلي محتاج راس حربه، والله العظيم ثلاثه الاهلي محتاج راس حربه. الاهلي اي نعم في لعيبه كتير دون المستوى، ولكن على الاقل موجودين، على الاقل بيسدوا، على الاقل بيأدوا. صحيح ديانج النهارده من أسوأ اللعيبه اللي في المباراه، وانا من اكتر الناس اللي بشيد بها ديانج، لكن النهارده ديانج كان سيء جدا جدا جدا. ثانيا المدرب كولر افكاره جميله وافكاره حلوه، ولكن اللعيبه ما بتقدرش تنفذها. يعني انت النهارده نازل عايز تلعب ضغط متقدم، ما ينفعش تلعب بدفاع متاخر. لازم ضغط متقدم يبقى دفاع متقدم، ولازم يبقى المدافعين بتوعك عندهم السرعات. انت المدافعين بتوعك ما عندهمش سرعات، يبقى ما ينفعش تلعب اصلا بضغط متقدم. ما هي دي مع دي، انت ازاي بتلعب بضغط متقدم ودفاع متاخر؟ ففي فجوه في النص. لو تلاحظ هتلاقي ديانج متاخر في كل كوره. الافكار حتى لو كانت حلوه ممكن لعيبتك مش قادره تنفذها، وبالتالي في فجوه ما بين المدرب وما بين اللعيبه. في فجوه في النادي الاهلي ما بين المدرب وما بين اللعيبه. انت بتقول افكار كويسه اللعيبه مش قادره تنفذها. هو ايه اللي مخلي حسن شحاته كان متميز مع الجيل بتاعه ونجح مع الجيل بتاعه، بغض النظر عن ان هو كان معاه جيل اساطير؟ لو اللي بيدربهم ديك رومي كان هينجح برضه، لو اللي بيدربهم ده كربط كان هينجح برضه. ولكن برضه انا بتكلم في نقطه ثانيه، ان حسن شحاته ما كانش بيتفزلك، الافكار بتاعته كانت سهله. كان العالم كله بيلعب ب 4-4-2، هو كان بيلعب بليبرو. اللي اختفى من الكره العالميه كلها الليبرو، حسن شحاته كان بيلعب بليبرو. الناس كلها بتقول له ده اللعب الحديث 4-4-2، هيقول لك لا انا بلعب ب 5-3-2. يا عم 4-4-2 يقول لهم لا انا ما بعرفش العب الا ب 5-3-2، هو اللي انا اللي بلعبه بكسبه، ولا اللي بكسبه بلعبه. مفيش فزلكه. انت النهارده عشان قبل ما تقول انا هلعب بانهي طريقه لازم تعرف فرقتك ولاعيبتك بيفهموا انهي طريقه، عشان ما تحطش انت طريقه ولاعيبتك تبقى مش قادره تنفذها، وبالتالي تحصل فجوه. لعيبه النادي الاهلي الجزء الامامي بيلعب في حته والجزء الاخراني بيلعب في حته. محمد الشناوي النهارده فايق، الله اعلم محمد الشناوي الماتش جاي يبقى امتى. ما محمد الشناوي ماتش فوق وماتش تحت. انا من اكتر الناس المقتنعه ان محمد الشناوي من الحراس المميزين، ولكن مشكلته ان مفيش ثبات في المستوى. وعواد برضو بعد ما كان يعني انا بالنسبه لي عواد رقم 1 في مصر، عواد بدا برضو يخش في النفق ده ان هو يبقى شويه فوق وشويه تحت. يا جماعه بالعقل، النادي الاهلي لازم يكون في سياسه. النادي الاهلي بدا يفقد السياسه، مفيش تشكيل ثابت، مفيش تشكيل ثابت. كان من اهم ما يميز النادي الاهلي ان في تشكيل ثابت، وبعدين كلكم وحكايه ضربه الجزاء ديكم تاني. حسين الشحات موجود، وعلي معلول موجود، ومحمد عبد المنعم موجود، مين ناس لعيبه كتير موجوده يقدروا يشوطوا ضربه الجزاء. مين الفقيق صاحب قرار ان محمد هاني يشوط ضربه الجزاء؟ حتى لو علي معلول قال انا مش هشوط ضربات جزاء تاني، في لعيبه كتير قوي تشوط، اخرهم محمد هاني. يعني محمد هاني ده عمره ما يشوط ضربه جزاء. هل مثلا النهارده عيد ميلاده مثلا في بيكافو؟ انا سمعت واحد صاحبي قال لي ان ده عيد ميلاده، كابتن ريدجي قال لي ان ده عيد ميلاده. فهل دي مكافأة لمحمد هاني عشان يخش ضربة الجزاء؟ من أكتر الحاجات المستفزة النهارده الواحد اتفرج على 180 دقيقة 90 دقيقة زمالك و90 دقيقة أهلي، بصراحة مستفزين جدا جدا جدا. غير إن سان داونز أصلا فرقة أنت حافظها، يعني أنتوا أكلين شاربين نايمين مع بعض أنت وسان داونز. يعني الأهلي وسان داونز زي الأهلي والزمالك كده حافظين بعض، كتاب مفتوح للاثنين، الاثنين كتاب مفتوح لبعض. فبالتالي سان داونز مش بيفاجئك، يعني انت مش متفاجئ من مستوى سان داونز. المفروض ان كل حاجه عملها سان داونز بالنسبه لك انت عارف مسبقا ان هو هيعملها، فانت المفروض انك بتبقى جاهز. الافكار بتاعت المدير الفني اللعيبه مش قادره تنفذها، وبالتالي لازم تفكر في افكار تكون لعيبتك قادره على ان هي تنفذها. ما ينفعش تفكر في حاجه ولعيبتك بتفكر في حاجه. وطبعا مش ممكن انسى من الاشاده الكابتن محمد مجدي قفشه، اللي انا من كتر ما شكرت فيه خلاص زهقت من كتر ما بشكر فيه. يا محمد يا مجدي يا قفشه، اقسم بالله احنا عندنا لعيبه في مركز الشباب بتلعب احسن منك. والله العظيم انت المثال الحي على ان الكره ارزاق. محمد مجدي قفشه ده الماتش انا متهيألي يمكن رقم 900 اللي بنقول ان محمد قفشه ما ينفعش يلعب كوره. محمد مجدي قفشه بيلعب ماتش حلو وقصاده 100 ماتش وحش. لحد امتى يا قفشه انت هتفضل عايش على الجون بتاع القضيه؟ لحد امتى؟ خلاص انت لو نويت تفضل عايش عليه كده خلاص سيب الاهلي بقى، واحنا نفضل فاكرين لك، وكل ما تيجي ذكرى الجون ده هنقول لك متشكرين، انت جبت للنادي الاهلي بطوله مهمه وبطوله غاليه، متشكرين. بس بطل، سيب المكان لغيرك، سيب المكان لغيرك.
انت خلاص انت بقيت خطر على الصحه العقليه بتاعتنا كمصريين او كاهلاويه او كاي حد بيشجع كوره او بيحب كوره. انا راجل بحب كوره، من حقي ان انا اتفرج على فرقه زي الاهلي او زي الزمالك بيلعبوا كوره نظيفه. عمر جابر بالنسبه لنادي الزمالك ومحمد مجدي قفشه او سياده اللواء محمد مجدي قفشه في النادي الاهلي، الاثنين دول لو خرجوا بره نادي الزمالك والنادي الاهلي الانديه مستواها هيرتفع ومستواها هيعلى. عموما ماتش الاهلي خلص 2-2 في نتيجه جيده جدا بل ممتازه جدا بالنسبه لصن داونز، واتمنى ان الجاي يبقى احسن بالنسبه للفرقتين.